خليني اقول لكم 3 كيس ستادي عشان اقول لكم الناس بتحقق سستينابيلتي ازاي. انا جبت لكم 3 كيس ستادي من 3 اماكن في العالم، تمام، بما فيهم مصر. معالجه مياه صرف صحي، معالجه مياه اراضي زراعيه، ومعالجه مياه صرف صناعي. طيب اول كيس ستادي ده يا جماعه ده مصنع، ده حاجه تخيليه جدا. المصنع اي مصنع يا جماعه، انا المصنع ده ممكن يكون فود اند بيفرج، ممكن يكون محطه توليد كهرباء، انا مسميه مصنع، تمام. ده كله ده بيندرج تحت الصرف الصناعي، تمام. الميه اللي بتدخل انا ما بجيبهاش من النيل او ما بجيبهاش من الشبكه العموميه او من البير اللي انا بحفره وبستخدمها على طول، لا، ده انا لازم اعالجها. بتخش في مسارات مصنع، يعني كولينج تاورز، تشيلرات، بويلرز، بعمل عليها شويه بروسيس، ووتر تريتمنت بروسيس، عشان اقدر استخدمها. وهي ماشيه في المسارات دي بيحصل فيها تلوث وبيحصل فيها تغيرات، طبيعه الميه بتتغير خالص، تمام. زمان كانت الميه الويست ده اللي بيطلع من المصنع ده بيترمي على الشبكه العموميه وبيتعالج، ده كان زمان. دلوقتي الموضوع اختلف، لا دلوقتي بقى فيه ريجوليشن، لا تعالى الموضوع بقاش كده خالص. فانا جايب لكم اول كيس ستادي ده من المكسيك، مصنع بيبسيكو. ده اكبر مصنع لشركه بيبسيكو في المكسيك، بيعمل شيتوس ودوريتوس، عارف انت الاكل المضر دوت. ده اكبر مصنع لبيبسيكو في شركه في المكسيك. الجماعه دول حطوا هدف سستينابل عنيف قوي. يعني انا اول ما قريته، انا على فكره حط لكم الريفرنس، يعني ان شاء الله ما تاخدوا بتاع تعرفوا الحاجات دي. حطوا ان هم عاوزين يستغنوا عن كل امدادات الميه اللي في المنطقه اللي هم فيها دي خالص تماما، ما يستخدموش ميه من المنطقه. يعني هيخترعوا ميه يعني ولا هيجيبوها منين يعني؟ هو في 2 ابديت. الويب سايت بتاع شركه بيبسيكو قالوا ان هم قدروا في سنه 2022 ان هم يوفروا ميه لمده 3 شهور 90 يوم ما يستخدموش ميه من الشبكه. بس في ابديت انا قريته في حاجه اسمها ووتر اونلاين، لو دخلتوا هتلاقوا ان هم قدروا وصلوا لحد 200 يوم يستغنوا عن الميه اللي موجوده في المنطقه. طب الناس دي عملت ايه؟ الناس دي ببساطه كل الميه اللي داخله بدل ما يرمي الويست، كل الميه الويست ووتر اللي خارجه من عنده عمل لها ريسايكل. جميل جدا، تمام. وعمل حاجه فريده جدا، ان هو اتفق مع المصانع اللي حواليه انه هياخد الويست ووتر بتاعه يعالجها ويستخدمها. واو، يعني حاجه جديده. الهدف ان هو 365 يوم من السنه ما يستخدمش ميه من المنطقه اللي هو فيها دي. خلي بالك يا جماعه الكلام ده محتاج فلوس، محتاج استثمارات، يعني مش كده يعني، تمام. الهدف ان هو عاوز يوفر 550 مليون لتر ميه سنويا، دي تقريبا حوالي نص مليون متر مكعب، يعني 1500 متر مكعب في اليوم. دي بتكفي احتياجات منزليه ل 4000 اسره. فانا هنا السستينابيلتي، الناس لا فعلا يعني الموضوع شغال اهو، طلع ينفع. الراجل حافظ على البيئه، ما رماش ميه ملوثه في المنطقه اللي هو فيها، بيحافظ على امدادات الاجيال القادمه في المنطقه اللي هو فيها. فالموضوع طلع ان هو بيعرف يعني بيتعمل اهوت، يعني على سكيل مصنع بس بيتعمل. ده هدف مستدام. ده اول كيس ستادي. الكيس ستادي الثانيه صرف الاراضي الزراعيه. 80% من موارد ميه من الموارد الميه في مصر بتروح للزراعه. 80%، حضراتكم متخيلين الرقم دوت. وتقريبا من 30 ل 40% من الميه دي بتتحول الى صرف اراضي زراعيه. خلي بالكم يا جماعه، الميه اللي بتروح للزراعه دي، عشان احنا عندنا الري بالغمر، مش كلها بتروح النبات بيستخدمها، لا ده هي بتتخلل الارض، وفي شبكات صرف تحت الاراضي الزراعيه دي بتتجمع. كانت زمان بتتجمع في المصارف، تروح بقى في مصرف، تروح بحيره مريوط، المنزله، كل الحاجات ديت تروح البحر المتوسط، كلها حاجات ميه ملوثه. صرف الاراضي الزراعيه بيمتاز بحاجه يا جماعه، الحمل العضوي اللي هو الملوث العضوي قليل، لكن في ملوثات كيماويه عشان احنا بنستخدم مبيدات حشريه وبنستخدم مبيدات للافات والحاجات ديت واسمده، دي كلها ملوثات. فالحمل العضوي قليل، بس انا اقدر استخدمه، اقدر اعالجها استخدمها.
فمصر بدات من كام سنه، بدات مشاريع عملاقه قوي في المحسمه وبحر البقر، ودي اخر محطه اللي هي دي اخر كيس ستادي اللي هي نيو دلتا. كان اسمها محطه الحمام وسموها نيو دلتا. المحطه دي لما تشتغل فول كاباسيتي هتبقى السعه بتاعتها 7.5 مليون متر مكعب في اليوم الواحد. رقم خرافي على فكره يا جماعه، الارقام دي مش موجوده في العالم، موجوده عندنا بس. ف حضراتكم متخيلين 7.5 مليون، دي محطه من المحطات، انا مش هتكلم على بحر البقر والمحسمه اللي هم اوريدي شغالين. دي المحطه دي ما تشتغل الفول كاباسيتي بتاعتها 7.5 مليون متر مكعب في اليوم. هتفيدني في ايه؟ هتفيدني ان الميه اللي هتتعالج هقدر استصلح بيها 500,000 فدان، بيسموه محور جنوب الضبعه. كان في ميه بتلوث بحيره مريوط، الميه دي مش هتروح بحيره مريوط، فبحيره مريوط مش هيبقى فيها تلوث. محافظه البحيره كان بيحصل فيها بسبب الامطار يا جماعه، ميه الامطار برضو كانت بتروح المصارف، ما حدش بيستخدمها، ما كناش بنعرف نستخدمها. تمام. فالميه اللي كانت بتغرق محافظه البحيره والاراضي الزراعيه في محافظه البحيره هتروح على المحطه دي وهتتعالج. فانا عندي ده هدف مستدام، واحنا متوسعين فيه، البلد متوسعين فيه، فده هدف مستدام وينفع نعملها اهوت. دي كيس ستادي الثالثه من السعوديه. دي محطه الطايف، محطه تعتبر مش كبيره، 100,000 متر مكعب، بس المحطه دي اول محطه تخش التشغيل التجاري بنظام البي او تي، شراكه مع القطاع الخاص، البي بي بي. الجماعه السعوديين عندهم فلوس وكل حاجه، بس دلوقتي ما بقوش يمولوا النوعيه دي من المشاريع، لا بيجيبوا القطاع الخاص يجي يستثمر، يجي يعمل محطات ويبيع الميه ديت. هي ميه صرف، بس بياخد عليها فلوس كقطاع خاص بنظام البي او تي والبي او. النقطه اللي انا عايز اشير ليها ان دلوقتي الموضوع كان زمان اول ما بدانا في المجال يقول لك تعالى اتفضل في حته ارض، تعالى اعمل لي محطه معالجه. لا دلوقتي بقى في كي بي ايز، الجهه التنظيميه او الاونر بيقول له لا تعالى هات لي نظام معالجه ما يكونش بيستهلك كهرباء كتير. انا عندي المحطه دي بتستهلك للمتر المكعب معالجه 0.35 كيلو وات اور، ده رقم قليل يا جماعه، لان انا عندي انظمه معالجه بتستهلك 1.5 و2 هخلص 1.5 و2 اكتر من كده. فده هدف مستدام. اما بتقلل الكهرباء يعني بتقلل تكاليف التشغيل، تمام، يعني بتقلل الانبعاثات الكربونيه. وقال لي لا كمان حط له هدف كمان، قال له لازم في 30% من الكهرباء متولده داخل المحطه بالبيوجاز. محطات المعالجه بتطلع حاجه اسمها سلادج، الحمقى دي ببروسيس معينه بتطلع بيوجاز، البيوجاز ده بقدر ان انا استخدمه ان انا اولد بيه كهرباء. فده هنا هدف مستدام. وقال له لا كمان معلش انت تعالى، انت جاي انت بتعمل استثمارات، تعالى ازرع لي 210 سكوير متر من الاشجار علشان الانبعاثات الكربونيه. وقال له لا كمان ان في 90% من الحمقى اللي انت خارجه المحطه طالعه منها دي تعالى استغلها. الحمقى يا جماعه ما بنعمل عليها بروسيس اللي بتطلع من المحطات دي، ممكن اعمل بيها اسمده، هي بيبقى فيها ملوثات وفيها مسببات امراض وحاجات، بس لما بتعمل عليها بروسيس بقدر ان انا استفيد منها، بعمل لها ريسايكل، ممكن اعمل بيها اسمده، ممكن اجففها وتستخدم في افران مصانع الاسمنت. فدي كلها يا جماعه اهداف مستدامه. انا جايب لكم كل الريفرنس، انتوا حضراتكم هتشوفوها. طيب دي اخر حاجه.